النهارده هكلمكم عن اغرب 10 منتجات نجحوا في العالم وما كانش حد متوقع لهم النجاح ده، وقدروا ان هم يحققوا ملايين الارباح. حاجات غريبه جدا، بس صدقوني هتندهشوا لما تعرفوا ازاي صحاب المشاريع دول حققوا النجاحات اللي ما كانش حد متوقعها. جاهزين؟ يلا بينا. اول مشروع معانا وهو بات روك، حجر الحيوانات الأليفة. أول مرة يظهر المشروع ده كان سنة 1975 على إيد جاري ديل، وسعر الحجر كان حوالي $4 في الوقت ده. خلال فترة قصيرة قدر جاري ديل إن هو يبيع حوالي 1.5 مليون قطعة في 6 شهور، يعني قدر يحقق مبيعات بحوالي $6 مليون، وده رقم ضخم بالنسبة لفكرة بسيطة زي دي. الأرباح كانت كبيرة جدا، وده لأن تكلفة المنتج كانت صغيرة قوي. الحجر نفسه كان شبه مجاني، والحقيقة كانت في التغليف والكتيب أو الإرشادات اللي كانت موجودة جوه الحجر. سبب النجاح هنا ممكن يتلخص في إن التكلفة قليلة والربح عالي والفكرة سهلة. تاني منتج واحنا كلنا عارفينه وهو السلايم، عجينة لزجة كده للأطفال بفكرة بسيطة جدا، ولكنها اتحولت لهوس للأطفال بفضل اليوتيوب وبفضل الفيديوهات والريفيوز اللي كانت بتتعمل عليه على طول. مش هتصدقني لو قلت لك ان السلايم بدأ ظهوره في السبعينات، شكل من اشكال الالعاب المخصصة للاطفال. لكن الفكرة انفجرت في السنوات الاخيرة، تحديدا في سنة 2016 لما انتشر فيديوهات لصناعة السلايم تحديدا على اليوتيوب والانستجرام. الاطفال والمراهقين اتجهوا لصناعته في منازلهم باستخدام مكونات بسيطة زي الغيرة ومعجونات السنان، والحقيقة ان سوقه قدر عالميا بحوالي $200 مليون، وده خلال فترة من 2016 ل 2019. ولو انت تعرف السلايم فانت اكيد تعرف ملكة السلايم كارينا جارسيا، وهي الحقيقة اتشهرت من خلال فيديوهاتها لاستخدام وصناعة السلايم. وطبعا شركات زي إلمرز جلو اللي بتصنع الغيرة حصل لها ارتفاع في مبيعاتها بحوالي 50 ل 70% بفضل السلايم. كارينا جارسيا دي اللي هي ملقبة بملكة السلايم بيوصل دخلها لحوالي $3 مليون بفضل السلايم، من خلال بيع المنتجات ومن خلال اعلانات ومن خلال المشاهدات. ربنا يبارك لها، انا مش بحسدها طبعا. المنتج الثالث يا صديقي وهو البابل تي، وده ظهر لاول مرة في الثمانينات في تايوان، اول لما قرر اصحاب الاكشاك ان هم يجذبوا الاطفال. فبدأوا ان هم يحطوا نكهات جديدة للشاي، مع ان هم بيخلقوا زي كور بالونية كده مع الشاي، وده خلاها تجمع بين الطعم والمظهر، وده خلاه ينتشر بسرعة كبيرة جدا في تايوان وبالتالي في بقية العالم. ومن المتوقع ان الرقم ده هيتضاعف بحلول سنة 2027. رابع منتج وهو الساندر تشيرت، وده قميص الحيوانات بتلبسه بيخليهم يهدوا اكتر، وده اما يكونوا خايفين او متوترين من الضوضاء او الدوشة اللي حواليهم. والحقيقة ان هو منتج بسيط بس حل مشكلة شائعة عند كل اللي عندهم حيوانات. صاحب المشروع ده ذكي جدا لما لاحظ ان هو بدأ ان هو لما بيتدفى في البرد او في عز ما هو سقعان بيبدأ ان هو يهدى. قال طيب ما نجرب الحاجة دي على الحيوانات. سبب نجاح المنتج ده في ان هو قد ايه هو امن، وقد ايه ان هم مش محتاجين يدخلوا ادوية للحيوانات. الحاجة التانية اللي ساعدتهم ان هم ينجحوا هي الافتر سيل او خدمة ما بعد البيع. حاجة تانية ساعدتهم في ان المنتج ده ينجح بشكل رهيب وهم ان هم عرفوا يعملوا بارتنرشيبس او تعاقدات مع الدكاترة البيطريين في ان هم يرشحوا المنتج ده للناس. نخش في الفلوس بقى. اسكت انت، انا عارف الناس دي كويس. سعر القميص تقريبا حوالي من 40 ل 50 دولار، وده خلاه في متناول معظم اصحاب الحيوانات. 80% من العملاء اللي استخدموه قالوا ان المنتج تمام وجميل وما فيهوش مشكلة، وده خلاهم يبيعوا 2 مليون قطعة لحد الوقت ده. احسب انت بقى المبيعات اللي هم حققوها والارباح وتكلفة المنتج كانت عاملة ازاي. المنتج الخامس وهو الدمية المخيفة، لعبة ظهرت في التسعينات وكان شكلها غريب جدا ومخيف جدا، وصوتها غريب كأنه بالظبط مخلوق فضائي صغير. الميزة فيها ان اللي عمل لها براندنج خلاها تتكلم بلغة سماها فربش، وبتتعلم كلمات جديدة مع الوقت، والاطفال اتجننوا. قدرت في فترة قليلة جدا وهي في اول 3 سنين ان هم يبيعوا 40 مليون وحدة. سعرها كان حوالي $35، يعني لو ضربت الرقمين في بعض هيطلع لك رقم اكتر من $1 مليار. وسبب النجاح الحقيقي وده اللي انت مش هتصدقه او مش هتفهمه وهي ندرته في السوق. المنتج السادس وهو اروش منتج وهي نظارة الكلاب او الدوجلاس. نظارة معمولة خصيصا لحماية الكلاب في الشمس، وهي فكرة ذكية جدا. على قد ما هي روشة على قد ما هي فعلا مفيدة، لان هي بتحميهم من الشمس او من التراب لما بيبداوا يسافروا او يمشوا في العربية، وده طبعا خلاها تلفت الانظار بسرعة. سعر النظارة كان بيبدأ من 20 ل 30 دولار، والمنتج قدر ان هو يبيع اكتر من 1 مليون قطعة في العالم، والايرادات قدرت بحوالي
20 مليون دولار. المنتج السابع وهو البطاطس اللي على شكل رسائل. اسمح لك ان انت تبعت الرساله على البطاطس، ولكن الناس حبوها عشان غرابتها، وده اللي خلاها تضرب. سعر البطاطسايه كان بحوالي من 10 ل 15 دولار، والخدمه كسبت اكتر من مليون دولار في اول سنتين ليها. رب وعدنا. المنتج الثامن بقى وهو حصيره التنظيف، او بيطلق عليها سكراب دادي، وهي عبارة عن سجادة اسفنجية للغسيل بتتميز بانها مرنة وبتتغير حسب درجة حرارة المية، وده خلاها بقت منتج اساسي في اي مطبخ، خصوصا بعد ظهورها في شارك تانك. سعر الواحدة كان حوالي 4 دولارات، حقق اكتر من 200 مليون دولار في المبيعات. الانفجار بتاعه فعلا كان بسبب التصميم الذكي والحل اللي بيقدمه للستات، بجانب ظهوره في شارك تانك خلاه معروف اكتر. المنتج التاسع وهو ليتل ميس ماتش، علامة تجارية بدأت بفكرة كلنا بنحلم بيها وكلنا نفسنا نلاقيها وكلنا نفسها ان هي تكون موضة، وهي بيع شرابات غير متطابقة. الفكرة جذبت البنات الصغيرين لانها خلتهم متميزين وكسر الروتين. السعر كان حوالي من 10 ل 15 دولار. المنتج العاشر وهو كلنا نعرفه وكلنا استخدمناه في المدرسة، هي الصراصير المزيفة، وطبعا مش محتاج اقول لك هي ليه نجحت، لان الناس بتحب المقالب والهزار. والسعر كان حوالي 2 دولار، عندنا في مصر 2 جنيه بس. المنتج الاصلي قدر ان هو يبيع 10 مليون قطعة، والايرادات قدرت بحوالي 20 مليون دولار. لو رجعت في ال10 منتجات دول هتلاقي في المشكلة اللي المنتجات دي بتحلها. ومش بس كده، لا هو كمان في ان هو ازاي بيقدر يوصل لك ويبيع لك الانطباع ده، بجانب السعر المناسب للشخص المناسب في التوقيت المناسب في المكان المناسب. يعني مش شرط ان المنتج بتاعك يكون سعره رخيص ولا سعره غالي، اهم حاجة ان هو يكون مناسب. بس كده يا صديقي، شكرا ان انت وصلت لحد اخر الحلقة، واتمنى ان انت تكون استفدت. لو استفدت اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وابعتها لغيرك علشان يستفيد. وبس كده، انا مروان سعيد وده البرنامج اللي مالوش اسم. سلام.